السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معانا عداد 128. هنغير لمبة الحرارة، هنخليها مؤشر. هعرفك ازاي تغيرها بسهولة جدا وبدون ما تروح لأي حد وبنفسك. أولا هتحتاج انك تجيب مؤشر زي ده من عند أي حد هتجيبه. تمام. مؤشر العداد بتاع الحرارة نفسه بيبقى مزود باللمبة دي لمبة الحرارة. فوق لمبة الحرارة في السكات بتاعتها، التلات سكات بتاعت الحرارة بتوع المؤشر. هنبدأ نحل. أولا هنحل المسمار، هتحل الوش أول هام. أول حاجة هنحل الوش. كده احنا حلينا الوش، بقى معانا المؤشر زي ما انتم شايفين العداد. هنحل المسمار ده. كده المسمار اتحل معانا، طلعنا البنة دي والإزازة والصاجة دي. هو من الأفضل إن احنا نغير الصاجة دي بدي. وانت بتجيب المؤشر بتجيب معاه الصاجة دي. الصاجة دي تفرق ايه عن الصاجة دي؟ الفتحة دي صغيرة بتاعة اللمبة، اما الفتحة دي كبيرة زي ما انت شايف. ده فرق الفتحات بتاعته. طبعا ما لقيتش ده، بصفيحة منشار ولا بحاجة هتوسع الفتحة دي شوية، هتخليها تاخد مقاس دي تعملها هنا بنفس الشكل كده بأي حركة، يعني بصفيحة منشار بمقص، لأن هي رقيقة جدا، يعني لو مقص تقيل ولا حاجة هيجيبها لك. ده أول هام. تاني هام هنلاقي البتاعة دي هنفكها ببنسة بأي حاجة بإيدينا بالشكل ده كده. كده طلعت. هنركب مؤشر الحرارة، بس قبل ما نركبه هنفتح الأخرام اللي هي المسدودة دي. هتسخن أي سلك أي حاجة وتخرم الخرمين دول، لأن هما مخرومين من هنا، هتخرمهم هتدخل السلك من اليمة دي. تابع معايا. طبعا زي ما قلنا بأي مسمار ولا بأي حاجة هتخروش عليه كده بالشكل ده كده. نقدر نركب العداد. هتركب بقى القطعة دي هنا بالشكل اللي انت شايفه كده. يبقى جاي فيها 3 مسامير. تقفل ال3 مسامير زي ما انت شايف كده. طبعا احنا قلنا ان دي هنغيرها، ما لقيناهاش هنوسع دي بس. هنركب بقى
الوش بتاعنا تاني. ده البنز اللي هو بيركب فيه المسمار من الظهر، هتركبه. وهنرجع نربط المسمار تاني اللي احنا حليناه. بالظبط زي ما حضراتكم شايفين. بنقفل الغطا بتاعها، وده بقى شكل العداد بعد ما ركبنا له، بعد ما شلنا مؤشر اللمبة وركبنا له زي ما انتم شايفين كده المؤشر الحرارة. طبعا الموضوع بسهولة جدا، مفيش فيه اي تعديل، مفيش فيه اي حاجة. الثلاث مسامير كده كده بيبقوا متعدلين في العربية، يعني بيبقى في الخريطة بتاعة العربية متعدلين الثلاث هذا. طبعا بتشيل اللمبة وتشيل الوش ده وتركب الوش التاني، وكده العداد زي ما حضراتكم شايفين الشكل اللي انتوا شايفينه ده. في نهاية الحلقة أتمنى أنكم تكونوا استفدتم، ولو في أي حد محتاج يستفسر عن أي حاجة تحت أمركم. رقم تليفوني 0100 7800 221. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.